اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض أحلى جاتوه. يبقى ايه؟ مش مكلف خالص خالص ولذيذ جدا جدا ما شاء الله عليه وشكله تحفة زي ما انتوا شايفينه كده. في الغلا اللي احنا فيه ده طبعا مش هنقدر نشتري بقى كمية جاتوه كده ولا الكلام ده زي الأول. كل حاجة عادت مكلفة جامد، فاحنا بقى هنعمله في البيت بأسهل طريقة وفي الخلاط ومن غير أي مجهود ومش مكلف خالص. وطعمه تحفة والله بجد طعمه حلو أوي أوي أوي. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين يا بنات شكله عامل ازاي؟ تحفة ما شاء الله عليه. وايه طري جدا ولذيذ جدا جدا. شايفين الطبقات بتاعته؟ والكيكة هشة جدًا وإيه من غير لبن من غير أي حاجة خالص مش هنكلفها خالص، حتى التزيين اللي إحنا مزينينه بيها يعني حاجة كده مش مكلفة خالص، على قد إمكانياتِك هتزينيه، مش مشكلة حاجة معينة لازم تعمليها بيها ولا أي حاجة، ما تربطيش نفسِك بأي حاجة. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف عملناه إزاي. معايا 3 بيضات، المفروض 3 بيضات اللي هنحطهم، بس أنا اشتريت البيض يعني البيض طلع صغير فأنا زودت بيضاية كمان بقوا 4 بيضات. لو البيض اللي عندِك كبير هتحطي 3 بيضات بس، وحطيت 2 باكت من الفانيليا ومعلقتين كبار من الخل، وحطينا كوبايتين من السكر، ودي كوباية إلا ربع من الزيت، وهنحط نص كوباية من المية بنفس المقدار اللي عايرنا بيه المكونات كلها. وهناخد المكونات دي كلها وهنضربها في الخلاط كويس أوي لحد ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده عبارة عن رغوة، كل حاجة دابت في بعضها. تمام كده. هنجيب بقى 3 كوبايات من الدقيق، وبرضو بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها المقادير كلها هنحط باكت من البيكنج باودر، وهنحط رشة صغيرة من الملح، وهنحط ربع معلقة من البيكنج صودا زي ما انتوا شايفينه كده يعني مش نص معلقة، علشان ما يبقاش كتير يعني. وهنحط معلقتين كبار من النشا، وهنجيب بقى المواد السائلة اللي احنا ضربناها في الخلاط وهنقلبها كويس جدا مع الدقيق. هنقلبها بالمضرب السلكي يا جماعة، المضرب السلكي ما بيخليش اي كلاكيع خالص في المعجنات. انا كده خلصتها. هنجيب بقى ايه؟ هنجيب كوباية مغلية من المية يعني انا مشغلة الكاتل جنبي هي بتغلي لسه سخنة ازاي والبخار طالع منها. ما تخافيش هتقولي بقى العجين هيبوظ ولا البيض اللي فيه ولا اي حاجة خالص. هنقلبها كويس جدا لحد ما توصل للقوام اللي انت شايفاه ده. انا جبت الصاج بتاعي ودهنته زيت وفردت فيه بقى ورقة من الزبدة، وبعد ما فردت ورقة الزبدة انا دهنتها زيت تاني، يعني دهنت ورقة الزبدة زيت. حطينا بقى الخليط بتاعنا، ولازم نفرد الخليط كويس جدا في الصاج بتاعنا علشان خاطر ما يبقاش فيه يمة عالية ويمة واطية، وبسباتيولا بقى او بمعلقة، ولازم تفردي الخليط كويس جدا علشان ما يبقاش فيه يمة تخينة ويمة رفيعة. وهنخبط بقى الصاج بتاعنا على الرخامة خبطتين 3 كده علشان خاطر السطح يتساوي، وهنسويها على أعلى درجة حرارة في الفرن في الرف الوسطاني ومن غير ما نشغل الشواية، وهي هتستوي هتبقى زي الفل. دول يا جماعة كوبايتين من الكريمة اللي هي من غير سكر، وأنا مدوبة السكر في المية وحطيت عليها 3 كوبايات مية متلجة مدوبة فيهم سكر قبل ما احطها في الفريزر يعني. شايفين بقى الكيكة بتاعتنا عاملة ازاي؟ زي الفل، شكلها كده روعة وريحتها تجنن. انا قلبتها بقى كده بعد ما بردت طبعا، وشلت منها ورقة الزبدة اللي كانت في الصينية. هنقسم بقى الكيكة بتاعتنا نصين متساويين، لو عندك مسطرة ممكن تقسيها وتقسمي بالظبط زي ما يعني تقسميها نصين مظبوطين. انا هقسمها بقى كده نصين بالظبط. وما تخافيش بقى لا بتتهري ولا الكلام ده خالص، جميلة جدا والكيكة ريحتها فظيعة وطعمها ما شاء الله عليه. كده بقى انا قسمت الكيكة بتاعتي لنصين متساويين. هنجيب بقى الكريمة في كيس تلاجة عادي جدا هنحطها ونقطع الكيس كده بالمقص، وهتعملي زي ما انا بعمل كده بالظبط علشان خاطر الطبقة تطلع متساوية. عشان انت لو حطيتي بالمعلقة او بالسباتيولا او باي حاجة انت هتفردي بيها مش هتطلع متساوية لما تبقى عشوائية يعني كده، انما بالكيس التلاجة او كيس حلواني وتحطي بقى فيه الكريمة زي ما انا بعمل كده بالظبط هيطلع الطبقة متساوية وحلوة قوي.
وبأي حاجة بقى تسويها، لو عندِك مسطرة بقى نضيفة كده أو جديدة سايباها للمطبخ، أو مسطرة الولاد ممكن تغسليها وتستعمليها عادي جدًا وتسوي بيها الكريمة بتاعتِك. إحنا هنحط بقى دلوقتي جيلو الفراولة ده يا جماعة بيدّي طعم حلو أوي، أوي للكيكة أو للجاتوه، يعني الولاد عندي بيحبوه أوي، فأنا بقى حطيت شوية كده في النُص علشان يدّوا طعم للجاتوه حلو. لو مش عايزة تحطيه ما تحطيهوش خالص، ممكن تحطي أي مكسرات أنتِ حاباها كده يعني. أنا جبت بقى النُص التاني من الكيكة وحطيتها فوق فوق النُص الأولاني اللي إحنا فردنا الكريمة بتاعته، وهنعمل نفس الحركة بكيس التلاجة برضه، وهنفرد فوق طبقة الكيكة التانية الكريمة، وبأي حاجة برضه هتساويها كده. لازم بقى الطبقة التانية دي يا جماعة تسوّوها كويس جدًا، يعني ممكن بمسطرة زي ما باقول لِك كده تعمليها، أنا سويتها على قد ما قدرت. ودي بقى شوكة كده هنخطط بيها الجاتوه بتاعنا، ولو عندِك بقى سكرابر والحاجات اللي بيتعمل بيها دي اعملي بيها، أنا مش عندي بصراحة، أنا ما باستعملهاش، مش عندي، مش موجودة يعني. فإحنا بقى اتصرّفنا وعملناها بالشوكة كده أو ممكن بمِشط على فكرة، مِشط جديد يعني. طبعًا أنا حطّيت الجاتوه بتاعي في الفريزر 10 دقايق وطلّعته علشان خاطر أنا لو قطعت الأطراف وأنا مش حاطاه في الفريزر هيتهربد منّه والكريمة هتبقى سايحة كده ومش هاعرف أقطّعه. طبعًا أنا باقطّعه قدّامكم أهوّة الطبقة طلعت متساوية وجميلة جدًا. طبعًا هو المفروض يقعد فترة أكبر من كده في الفريزر، يعني نُص ساعة كده تقريبًا، بس أنا بصراحة الوقت كان متأخّر جدًا، فأنا قُلت أقفّل الفيديو وأنا هاحُط بقى الجاتوه بتاعي في التلاجة براحتي، فقُلت أقفّل الفيديو معاكم الأول وبعد كده أنا هاحُطّه، علشان خاطر أنا مش هاعرف كل شوية أدخّله في الفريزر وأطلّعه والكيكة هتتهري منّي والوقت أصلًا متأخّر يعني. طبعًا أنتِ هتقطّعيها التقطيعة اللي أنتِ حاباها، كبيرة، صغيّرة، بس بسم الله ما شاء الله أنا مقطّعاها قطع كبيرة وطلعوا 14 قطعة معايا، غير بقى الزوايد اللي أنا قطعتها من الجناب دي، حطيتهم في بولتين كده هاورّيهم لكم في آخر الفيديو تحفة بجد، ما شاء الله عليهم طعمهم يجنن، جميل جدًا، جدًا. هنعمل بقى روزيتات كده على قطع الجاتوه بتاعنا. زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. ما ننساش يا جماعة نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. أنا حطيت طبعًا على الروزيتات أنصاف كريز كده، يعني الكريزاية أنا قاطعاها نُصّين كده وحطيتهم. ده بقى الجيلو الفراولة زي ما باقول لكم أنا ولادي بيحبوه جدًا وطعمه لذيذ جدًا وبيخلّي الجاتوه طعمه يجنن. وطبعًا ده بشر شوكولاتة برضه، يعني قُلت أغيّر أحط ده وده. فأنا بقى حطيت بشر شوكولاتة، حطيت يعني بصراحة الحاجات دي كانت موجودة عندي، يعني هي اللي زينت بيها، فأنتِ حاولي برضه ما تكلّفيش نفسِك، لإن الجاتوه ده مش مكلّف، فأنتِ بقى ما تجيش في الfinish بقى وتكلّفي نفسِك فيه، الموجود عندِك اعمليه، وممكن بُصّي التزيين يعني ده حسب راحتِك برضه، يعني اللي أنتِ حابة تعمليه اعمليه. ده بقى الأطراف اللي أنا قطعتها، هنحط بقى عليها روزيتات كده من الكريمة. طبعًا هي أصلًا مليانة كريمة، وحطينا بقى الروزيتات دي كده، وهنجيب بقى جيلو الفراولة بتاعنا وهنخططها بيه كده، هيدّيها شكل حلو أوي، أوي، وطعم ما شاء الله عليه، الولاد يعني بيحبوا الحاجات دي جدًا، يعني ممكن أنا ما عنديش كبّات والحاجات دي يعني كنت عملتها فيه، بتبقى لذيذة جدًا والله بجد، يعني جرّبوه يا جماعة مش هتندموا. وحطيت عليه طبعًا بَشْر شوكولاتة كده ادّى له شكل حلو أوي، أوي، وطعمه ما شاء الله عليه حلو أوي. ده طبعًا الطبق التاني أو البولة التانية أنا عملتها بنفس الطريقة. يعني يعتبر طلّعنا 16 قطعة جاتوه من 3 كوبايات دقيق، حاجة كده سهلة وبسيطة ولذيذة جدًا يعني مش هاقول لِك هاقول لِك طعمتها، لازم تجرّبي الجاتوه ده، جاتوه اقتصادي جدًا ومش مكلّف خالص، يعني في الخلاط سهل جدًا مش هتتعبي فيه خالص، خالص، يعني حاجة كده على السريع زي ما بيقولوا، ممكن تعمليه في أي مناسبة عندِك. ممكن تعمليه في عيد ميلاد، يعني بدل ما تكلّفي نَفْسِك ما في الأسعار زي ما أنتم شايفين يعني بقت نار، مش هنروح بقى نشتري جاتوه ونشتري تورت، لأ إحنا ممكن نعملها في البيت بكل سهولة، ويعني حاجة كده تشرّف بجد، شايفين جماله عامل إزاي؟ شكله يجنّن ما شاء الله عليه، حلو أوي، أوي يا جماعة بجد جرّبوه، جرّبوه مش هتندموا، وبألف هنا وشفا للي يجرّبه.